القصة اللي هقولها لكم النهاردة واحدة من القصص التي تم توثيقها بالصوت والصورة. فلو انت واحد من الناس اللي بتخاف من حوار التلبس او الجن او الشياطين والكلام ده كله، او حتى قلبك ضعيف، منصحكش خالص انك تتفرج على الفيديو ده، او تعالى عند الحتة اللي هقولك فيها قدم وقدم، لان هيبقى فيها صوت مسجل حقيقي من السبعينات، مش هيبقى لطيف خالص لكل الناس. اهلا وسهلا مشاهدي قنوات سكاي في حلقة جديدة من برنامجكم الابواب المغلقة. القصة اللي بحكيها دي حصلت في السبعينات، بس بطلة القصة دي لسه عايشة لحد النهاردة، ومن ساعة ما حصلت القصة دي وهي خلقت الخوف والفزع جوه ناس كتيرة جدا. القصة بدأت في بيت كبير موجود في لندن في منطقة اسمها الأنفيلد، وصاحبة البيت كانت واحدة اسمها مارجريت. كانت ست مطلقة وعايشة هي وأولادها الأربعة جوه البيت، وأولادها الأربعة كانت واحدة اسمها بيجي عندها 12 سنة، وجانيت عندها 10 سنين، وجوني عنده 11 سنة، وبيلي كان عمره 7 سنين. وفي ليلة من الليالي سنة 1977 مارجريت قالت لأولادها خشوا انتوا ناموا عشان الجو متأخر، وهي طبعا كانت قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون. معداش دقايق وبعد ما الأولاد دخلوا سمعت صوت صراخ شديد جدا في أوضة البنات. I'm not doing anything. Janet? Hold my hand. I'm holding your bleeding hands. That's not my hand. Can't piss off. في الأول فكرت إن البنات بتهزر مع بعض، فضلت تزعق فيهم وتقول لهم ناموا ناموا وهي قاعدة بره، بس استغربت إنها بعد ما زعقت لهم إن الصراخ بتاعهم فضل مستمر، ودخلت علشان تزعق فيهم علشان يناموا بجد، واتصدمت لما فتحت باب الأوضة وشافت بناتها الاتنين قاعدين على السرير والرعب والفزع مالي عينيهم. ولما بصت لعيالها لقيتهم باصين على الدولاب والرعب مالي عينيهم. فأول ما هي بصت على الدولاب لقيت الدولاب اتحرك من عند الحيطة لنص الأوضة. With the both of you. Have we all had enough of a day already? Same bed. It's bad enough wearing your sails out. والمشكلة ان مفيش اي حاجة تخلي الدولاب ده يتحرك. تخيل نفسك كده وانت داخل تنام بالليل ولقيت الدولاب بيتحرك من عند الحيطة لنص الأوضة قدام عينيك، هتعمل ايه؟ وطبعا لما بصت للدولاب ولقيته بيتحرك عرفت هما مفزوعين ليه. ومن هنا الأم بدأت تخاف جدا واستنتجت إن في حد معاهم في الأوضة، بس الحد ده مش بني آدم، بمعنى أصح حد من العالم الآخر. وبعد ما رجعوا الدولاب لمكانه وهم واقفين جوه الأوضة مع بعض سمعت 3 خبطات على الحيطة بتاعة الأوضة، وبعدها ب3 ثواني الصمت عم في المكان كله، لكن بعدها بثواني معدودة سمعوا 3 خبطات بس في مكان تاني خالص في الأوضة. ومن هنا الفزع مسكهم هما ال3، والأم قالت أنا مستحيل أقعد وأبات في البيت ده، وفعلا خدت عيالها وخدت شنطهم وراحوا عند جارتهم اللي موجودة في نفس المكان. وفعلا الأم لما راحت لجارتها حكت لها على اللي بيحصل جوه البيت، فقالت لها خلاص خليكي انت معايا، باتي معايا النهاردة وأنا هبعت جوزي يشوف عندك ايه في البيت. المهم فعلا الست كلمت جوزها، وجوزها ده كان اسمه فيك. جوزها ده كان مليان كده وجته وراجل ضخم، واحد معروف عنه انه راجل مش بيخاف، وفعلا راح على البيت علشان يشوف ايه المريب والاصوات دي طالعه منين. وهو جوه البيت سمع صوت خبط في الدور التاني اللي على الحيطه، فطلع جري على الدور التاني علشان يشوف مين اللي بيخبط على الحيطه. وبعد ما طلع للدور التاني ما لقاش اي حاجه، وفضل واقف ثواني في مكانه وبدا يسمع خبطات على الحيطه في كل مكان حواليه في الأوضة. المهم طبعا الراجل خاف واتفزع زي أي بني آدم طبيعي، وبعدها بثواني الصوت وقف. وبعد ما عدت كذا ثانية من وقوف الصوت فضل يسمع صوت كراكيب في القبو. القبو ده يا جماعة الحتة اللي بتكون تحت البيت دي. المهم جمد قلبه ونزل تحت. المهم لما نزل القبو تحت فضل يسمع صوت كراكيب وأصوات مش معروف فين مصدرها، والصوت فضل يخبط على الحيطان اللي حواليه من غير ما يعرف هو جاي منين. من اللحظة دي خد بعضه وطلع جري بره البيت وراح لبيته تاني. ومراته لما شافته ساعتها قالت أنا عمري ما شفت جوزي خايف للدرجة دي في حياتي. ومن ساعتها الأم مارجريت قالت أنا لازم أكلم الشرطة علشان تيجي تشوف إيه اللي موجود وإيه اللي بيحصل في البيت بتاعي. وفعلا لما كلمت الشرطة بعتوا لها 2 من الشرطيين علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل جوه البيت بتاعها. الشرطيين لما دخلوا البيت وفضلوا يدوروا ما كانوش لاقيين أي حاجة، وبعد تفتيش طويل واحد من الأطفال قعد يصرخ بطريقة هستيرية، فلما بصوا لقوه بيشاور على الكرسي وعينيه كلها فزع. الشرطية اللي كانت جاية مع الشرطي كان اسمها كارولين، فقالت ساعتها أنا شفت بعينيا الكرسي بيتحرك وبيطير من مكانه وراح على الحيطة الموجودة في المطبخ.
والمصيبة ان المسافة اللي اتحركها كانت طويلة. لما حصل معاهم الموقف ده الرعب بدأ يمسك فيهم وطلعوا جري بره البيت وقالوا للست احنا ملناش دعوة بالموضوع ده، الموضوع ده مش من اختصاصنا، وان اللي بيحصل ده روح شريرة، يعني حاجة مش ملموسة. المهم الايام عدت والحاجات الغريبة فضلت تحصل جوه البيت، بس مارجريت قالت انا مش هفضل قاعدة عندهم، انا هاخد بعضي واخد عيالي واروح لبيتي واستحمل شوية الخبط والحاجات اللي بتحصل في البيت. بس ما كانوش عارفين اللي هيحصل هيكون اكبر من كده. المهم الخبر سمع في القرية كلها والناس فضلت تتكلم عن البيت ده، لدرجة ان صحيفة الديلي ميرو بعتت صحفيين علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل جوه البيت ده. ومن ساعتها بقى في مراسلين كتير جدا بدأوا يجوا البيت ويعملوا تحقيقات مع مارجريت واولادها، لدرجة ان البي بي سي بنفسها بعتت صحفيين للبيت ده. والبي بي سي لما بعتت صحفيين للبيت جابوا معاهم مسجلات صوتية وكاميرات وكل الحاجات اللي ممكن يحتاجوها، وقرروا انهم يسجلوا اللحظات دي صوت وصورة. وفعلا نجحوا في انهم يصوروا الحاجات دي صوت وصورة. ولما راحوا للمقر بتاع البي بي سي طلعوا الشرايط ولقوا ان الاجزاء المعدنية الموجودة في المعدات بتاعتهم كلها متنية، وان الشرايط اللي سجلوا عليها التسجيلات الصوتية كلها ممسوحة وكأنهم اصلا ما دخلوش البيت. وبعد ما عدى اسبوعين من الحاجات دي الام كلمت جمعية البحوث الروحانية البريطانية وقالت يمكن يبعتوا لنا حد ولا حاجة يطلع الحاجات دي اللي في البيت. وفعلا بعتوا 2 محققين انهم يجوا يشوفوا ايه اللي بيحصل في البيت ويتاكدوا بنفسهم. واحد منهم قال انا شايف بعيني حاجات بتتحرك في البيت، وقال كمان ان المكعبات بتاعه الاطفال كانت بتروح من مكان للتاني، ولما كان بيمسك المكعبات اللي كانت بتطير كان بيلاقي المكعب اللي كان بيطير سخن جدا. وقال برضو ان الكراسي بتتحرك من تلقاء نفسها. I saw a teapot move on his own accord. You see what you want to see. المهم عدى اليوم الاول والمحققين دول قرروا انهم يركزوا مع افراد العيله ذات نفسهم واحد واحد علشان يشوفوا في حد منهم ملبوس ولا حاجه او حد منهم بيعمل خدع. المهم لقوا ان الحاجات الغريبه اللي بتحصل في وجود البنتين، وبالاخص البنت جانيت الصغيره. ده حتى الجيران اقسموا انهم شافوا البنت بتطير جوه اوضتها. المهم البنت دي كانت بتجيلها حاله من حالات الصرع وتقعد تصرخ من غير اي اسباب، وان ساعات بيجيلها قوة غير طبيعية لدرجة انها زقت صحفي من الصحفيين وطار لمسافة 4 متر. These poltergeists come with me. It's time for you to go. If I go. لحد ما جت لحظة اللي سمعوا فيها صوت خارج من البنت، والبنت كانت بتتكلم بصوت خشن جدا، كان صوت رجل عجوز، بس المصيبة ان شفايفها ما كانتش بتتحرك. والمحققين لما سمعوا الصوت ده اتأكدوا 100% ان دي روح شريرة وانها لابسة البنت دي، وان الحاجات الغريبة اللي بتحصل بسببها. المهم ان صوت الراجل ده كان طالع من البنت دي، كان صوت رجل عجوز تعبان جدا. ولو سمحتوا اللي بيخاف من الصوت يقدم الفيديو 10 ثواني. Rob, that's good. Come on out. Shut up, very door. I'm there to do it, though. I come from doing Rob, right, Joe. المهم فضلوا يتكلموا مع الصوت اللي خارج من البنت لحد ما عرفوا ان الصوت ده لرجل اسمه بيل، والراجل ده كان عايش في البيت اللي هم عايشين فيه من سنين كتير فاتت ومات جوه البيت ده. ومن محادثتهم مع الصوت ده عرفوا منه انه كان عايش لوحده من زمان في البيت واتصاب بعمى، وبعد ما اتصاب بعمى بايام جت له جلطه في الدماغ وفضل ينزف لحد ما مات. المصيبه بقى انه قال لهم على كل حاجه حصلت معاه والمكان اللي مات فيه. قال لهم اني كنت حاسس اني عايزه انام ونزلت تحت على الكرسي اللي جنب السلم ونمت عليه ومن بعدها ما صحيتش تاني. يعني حتى كل التفاصيل الدقيقه فضل يحكي لهم. ولما الصوت يقف انه يطلع من البنت بترجع لوعيها تاني للحاله اللي كانت فيها، بس لما بتفوق مش بتفتكر اي حاجه من اللي حصل. الموضوع بقى لما بدا ينتشر والناس بدات تعرف فيه مكالمه جت للمحقق، وطلعت المكالمه دي من مين بقى؟ من ابن بيل، الراجل اللي مات جوه البيت ده. وفعلا فضل يتكلم معاه وعرف ان ابوه مات بنفس الطريقه اللي البنت كانت بتقول عليها، بمعنى اصح الصوت اللي كان بيطلع من البنت. وفي خلال الفتره اللي المحققين كانوا جوه البيت حطوا كاميرات مراقبه حساسه جدا تقدر انها تلتقط صوره كل ربع ثانيه، حتى اوضه البنت حطوا فيها كاميرات. المهم ان الصوره اللي اخدتها الكاميرات دي خلت انجلترا كلها تطلع تتكلم عنها،
والناس كانت مفزوعة. الصورة اللي أخدتها الكاميرا هي صورة الأساس اللي بيتحرك لوحده والحاجات اللي بتطير، وصورة كمان خدتها الكاميرات للبنت وهي بتطير في الهواء زي ما هنشوف دلوقتي. وفي مرة من المرات في لقاء تلفزيوني جابوا البنت جانيت علشان تطلع في لقاء وتحكي على الحاجات اللي بتحصل معاها، وقالت انها ساعات كانت بتحس ان عندها قوة شديدة جدا، وقالت انها كانت بتحس في روح معاها وانها مش هتفارقها طول عمرها، وقالت ان الروح دي ما كانتش عايزة تأذيها في اي يوم من الايام، هي مجرد انها عايزة تكون واحدة من العيلة وتعيش في سلام. وقالت ان الروح دي علشان تتواصل مع العالم الخارجي كانت بتتواصل على لسانها هي واختها. بس المهم الاحداث المرعبة فضلت تحصل لمدة 4 شهور، وبعد ال4 شهور بدأت تقل لحد ما وصلوا 1978 تحديدا في وقت الخريف، والحاجات اللي كانت بتحصل بدأت إلى حد ما إنها تنعدم، إنما حالة الصرع اللي كانت بتخش فيها الطفلة ما بقتش تخش فيها تاني، والموضوع بقى يستقر إلى حد ما لحد ما البنت وصلت 16 سنة، ومن بعدها اتجوزت، وبعد ما اتجوزت خرجت بره البيت، بس مصير عيلتها للأسف ما كانش كويس، لأن أخوها جوني مات بمرض السرطان وهو عنده 14 سنة، وجانيت ابنها الصغير مات وهو نايم، وأمه فضلت عايشة حزينة في البيت لحد ما هي كمان ماتت وحيدة سنة 2003. وبعد ما ماتت في أم تانية جت هي وعيالها جم سكنوا في نفس البيت، ما كانوش يعرفوا اي حاجة، وبعد ما سكنوا بايام نفس الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل بدأت تحصل معاهم. الام بتقول انها كانت بتحس ساعات في حد بيراقبهم، وانهم ما كانوش مرتاحين، واطفالها بيقولوا انهم دايما يصحوا من النوم على صوت ناس بتتكلم في القبر. ولما ينزلوا يشوفوا مين بيتكلم مش بيلاقوا اي حد، والحاجات الغريبة دي كافية ان العيلة دي تلم حاجتها وتخرج بره البيت. وحتى اللحظات اللي بكلمكم فيها في ناس جديدة جت وسكنت البيت، بس بترفض انها تقابل اي صحفيين او تتكلم معاهم. جانيت دلوقتي عايشة وعندها حاجة و40 سنة، وطلعت في لقاء تلفزيوني وقالت ان الحاجات دي كانت بتحصل بجد، وقالت ان الروح بتاعت الراجل ده كانت دايما معاها، وقالت ان الروح دي بدأت تظهر لما هي واختها كانوا بيلعبوا لعبة ويجا، واللعبة دي انهم كانوا بيسألوا عن الارواح اللي ماتت، وبعدها بايام الحاجات دي بدأت تحصل في البيت. Bro, again! أعزائي المشاهدين بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.